السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا كويسين وبخير، واهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات السي اس اس. التوبيك اللي انا هتكلم عنه دلوقتي اسمه سي اس اس سبيسيفيسيتي. ماشي، هو اسمه، شوفوا اسمه رخم ازاي، بس هو سهل والله. السبيسيفيسيتي ده بيحدد الاولويات. فاكرين لما كنا بنقول الاي دي لو حصل بينه كونفليكت مع الكلاس مع التاج نيم، مين اللي هيكسب؟ كنا بنقول اللي هيكسب هيبقى مين؟ الاي دي اعلى حاجه، او بعدها قلنا الكلاس، بعدين قلنا التاج. طب لو حصل كونفليكت في موضوع اكبر من كده، طب ما تيجوا نشوف. تعالوا نعمل مع بعض HTML جديد خالص، نكتب فيه مثلا كده div، جواه مثلا b، جواه span، وهنيجي هنا في الdiv ده نديله ID نسميه div1، وهندي هنا ID نسميه b1، وبعدين هندي كمان كلاس نسميه myb، وهندي السبان ده ID ونسميه span1، وهنكتب هنا welcome. جميل كده. الاستراكشر قدامكم واضح. عندي div ليه ID 1 div 1 وb في ID b1 وكلاس كمان myb وسبان span1. انا هكتب بس الستايل ده هنا، مش هستخدم اللينك عشان تبقى قدامكم CSS وال HTML في نفس الوقت. فانا هكتب كده ستايل، واللي انا عاوز اعمله دلوقتي ان انا ادي لون للسبان ده، فانا اقدر اكتب سبان 1 واقول له color pink، واقدر اجي اقول له هاش div 1 هاش سبان 1 واقول له خلي الكالر ريد، واقدر اجي اقول له div b دوت ماي بي سبان وخلي الكالر بلو. عندي كام كومباينيشن اقدر اعمله بقى؟ اقدر بعدها مثلا اقوم قايل له ديف كمان، اقدر اقول له ديف بي سبان، صح؟ واقول له كالر جرين، واقدر اقول له كمان اخر واحده بقى هاش div 1 هاش بي 1 دوت ماي بي، بعدين سبان هاش سبان 1 وخلي الكلر يلو. يا ترى السبان اللي احنا جنناه ده وجننا معاه هيتلون بانهي لون؟ اختاروا بقى. هيطلع لونه ايه؟ اصفر. اشمعنى طلع اصفر؟ هل ده خيال؟ ايش خيال يا ناس؟ طب لو رجعنا تاني للبراوزر كده وعملنا انسبكت اليمنت على ويلكم دي وشفنا سي اس اس اللي وصل له، شايفين كام حاجه اتطبقت عليه؟ الخمس الوان اتطبقوا، بس هو اختار منهم واحد اللي هو اقوى واحد فيهم. طب احنا لما كانت القوه تقاس بالاي دي ولا بالتاي ولا بالكلاس ولا بالتاج نيم، كنا بنقدر سهله الاي دي اعلى الكلاس اعلى كده، صح؟ انما دلوقتي احسبها ازاي؟ قال لك لا، دي اصلا ليها حسبه. ايه الحسبه بتاعتها بقى؟ انت بتعمل مربع بسيط كده زي ده مكون من 4 خانات، وبتحط ارقام السلكتور المقابله للاعداد اللي قدامك دي. فلو ده اصلا انلاين ستايل هتحط هنا 1 وخلاص، دول هيبقوا صفار، يعني ساعتها هيبقى 1 0 0، وده معناه كده ايه؟ انه اقوى حاجه في الدنيا. عشان كده لما قلت لكم الانلاين ستايل اقوى حاجه، تمام، مش هعرف اغيره. طيب امال لو هو مش انلاين، يبقى الخانه دي هتبقى فاضيه. هكتب هنا اعداد السلكتور اللي نوعها اي دي في السلكتور بتاعي، وهنا هكتب اعداد السلكتور اللي نوعها كلاس او مستخدم فيها سودو كلاسز اللي هي زي هوفر، هيتحسب كانه كلاس. وفي هنا هكتب اعداد الاليمنت اللي هم التاج نيمز. تعالوا نجرب احسن. فانا هاجي هنا احط كومنت، دي طريقه الكومنتنج بتاع السي اس اس. اقدر اكتب هنا من غير ما هو ايه يحس ان الكلام ده مكتوب. يعني هكتب الكومنت ده كده هنا قدام كل سيلكتور، ونكتب القيم اللي احنا مستنيينها. اولا اول واحد، هل ده اصلا انلاين ستايل؟ لا. طيب هل هو في اي ديز؟
في السلكتور بتاعه؟ في واحد بس اللي هو هاش سبان 1. هل في كلاس نيم؟ لا. هل في تاج نيم؟ لا. طب اللي بعده، هل هو انلاين؟ لا. هل في اي ديز؟ في 2 اللي هو الديف 1 والسبان 1، يبقى 2. هل في كلاسز؟ لا. هل في تاج نيم؟ لا. طيب التالت، هل هو انلاين؟ لا. هل في اي ديز؟ لا. طيب في كلاسز؟ في واحد اللي هو ماي بي. في كام تاج نيم؟ في 3، الديف والبي والسبان. اللي بعده ده هيبقى ايه بقى؟ قولوا لي انتوا. ها؟ 0 0 0 3، ما فيهوش اصلا لا كلاس نيم ولا اي دي. اللي بعده في كام اي دي؟ 3. وفي كام كلاس؟ 1. وفي كام تاج نيم؟ في السبان بس 1 اللي هي دي. يبقى ده كده اكبر واحد فيهم عشان هو 311، عشان كده اتنفذ. حلو. طب اسالك بقى سؤال دلوقتي هيبين انت فاهم ولا لا. لو انا عاوز اعمل سيلكتور يغير لون السبان ده عن اليلو، اقدر اعمل ايه؟ مش هقدر دلوقتي اخد من ده كده كوبي عادي خالص اهو، واقوم جاي في الاول هنا قايل له ايه؟ ديف. كده انا بقيت كام هنا؟ بقيت 300، بقيت 312. ما انا زودت 1 اهو. طب ولو حطيت قبله كده مسافه بودي، مش السلكتور ده صح؟ بقيت 313. يبقى ده معناه ان انا طول ما اتعامل بالسلكتور اقدر اعلى بالبريوريتي بتاع السلكتور بتاعي زي ما انا عايز. انما لو انا جيت هنا قمت قايل لك ايه؟ ستايل، وجيت قلت خلي الكلر مثلا جراي، خلاص بقى انت بص اعمل اللي انت عاوزه في الستايل بتاعك ده، ماليش دعوه بيك، انا هطلع جراي مهما انت عملت. عشان كده بنقول ان اللاين ستايل ده ما ينفعش نستخدمه. ماشي؟ اللي احنا قلناه ده اسمه ايه بقى؟ التوبيك ده اسمه ايه؟ اسمه سي اس اس سبيسيفيسيتي، اللي بيحدد البريوريتي بتاعه السلكتور بتاعك، عشان لو حصل تشابه بين اكتر من سلكتور على قيم متشابهه. ودي طريقه الشرح اللي احنا قلناها من شويه، موضوع الانلاين والاي ديز والكلاسز والاليمنت. وده مثال توضيحي زي اللي عملناه، انك ازاي تقدر تعرف الرقم بتاع السلكتور بتاعك. وهنا بقى في رول جديده محتاجين نقولها. في كلمه اسمها important. الكلمه دي بتزود على اللي انت عملته 4 اصفار، عشان انت بتقول ان السلكتور ده القيمه دي فيه important. يبقى انا كاني زودت 4 اصفار، فالسلكتور لو كان 131 بقى 1,310,000. يبقى لو انا حطيت امبورتنت ده معناه ان انا عاوز ازود البريوريتي بتاعت السلكتور بتاعي اكتر. وطبعا برضو يفضل ما نستخدمهاش، ما تعلى بالسلكتور، زود بادي في الاول يا عم، حط كلاس جديد، حط اي دي جديد، حط ديف، حط وات ايفر. انما ليه استخدم امبورتنت؟ طيب الحاجه بقى اللي مجرم استخدامها ابد الظهر هي الانلاين الامبورتنت. ده كارثي. يعني الامبورتنت دي تقدر تخليني اوفررايد الانلاين، لان الانلاين 1000، اما الامبورتنت خلاص انت عديت ال1,000,000. انما الانلاين الامبورتنت كام بقى؟ الانلاين الامبورتنت ده يا جماعه 1 0 0 0 و4 اصفار. كام بقى كده؟ 10 مليون. لا يمكن تخطيه ولا يمكن استخدامه. ابعد عن الانلاين الامبورتنت. يعني لو اضطريت في مره تعمل حاجه انلاين تمام هعلى عليها بامبورتنت، انما لو انت عملتها انلاين امبورتنت انا هعمل ايه؟ مش هعرف اعمل حاجه خالص، لازم اقعد ادور هي موجوده فين. طيب فدلوقتي خلينا نتكلم على ايه بقى؟ على في شويه اديشنال رولز بقى. يعني احنا عرفنا سبيسيفيستي وبقينا عارفين بنحسب وجامدين جدا، في بقى شويه رولز كده ايه اكسترا. اول رول اسمها ايكوال سبيسيفيستي. افرض الاثنين طلعوا زي بعض في القوه. فاكرين الكيس اللي قعدت اقول انها هتاثر فيها الترتيب؟ هنفذ اخر واحد. يبقى لو تساووا في القوه هاخد اخر واحد مكتوب، كاني كنت ماسك الفرشه اليلو وبعدين كتبت يلو وبعدين رجعت كتبت ريد.
عرفنا الرول بتاعت لو تساووا في القوه ايه اللي هيحصل. طيب الرول اللي بعد كده الاي دي سيلكتور هاف هاير سبيسيفيسيتي ذان اتريبيوت سيلكتور. دي كده رول واضحه يعني. الاي دي اقوى من الايه من الاتريبيوت. ماشي. بعدين الانترنال ستايل ار مور سبيسيفيك ذان الاكسترنال. يعني لو انا عندي نفس السيلكتور، واحد في فايل واحد معايا في نفس الصفحه، بتاع الصفحه ده اللي هيشتغل. ليه بقى كده؟ لانهم يعتبروا تساووا في الايه؟ في البريوريتي، فالاقرب اللي هيبقى معايا في الصفحه. الاستريك زي ما قلت لكم السبيسيفيستي بتاعتها صفر، كانها مش يعني مالهاش قيمه يعني، ما دام اي حد بيحاول يوفريدها بتوفريد عادي. واحنا كده خلصنا الحمد لله، وصلنا الى بر السلام. كده كورس سي اس اس خلص. في نهايه الفيديو اتمنى يكون الفيديو ده كان مفيد بالنسبه لكم، واتمنى ان الفيديو لو عجبكم تعملوا له شير مع اصدقائكم اللي مهتمين بنفس المجال، ومستنيكم فيديوهات تانية كتير. سلام عليكم.